سلام البنات، ان شاء الله تكونوا غاية ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله ندير لكم طبق رئيسي نتاع الدجاج المحمر. هاد الطبق يجي بنين بزاف وبريزونطابل، نقدروا نحطوه للضياف. ساهل وما فيهش تعقيدات بزاف، كاع ما يكلفش باسكو ما فيه لا طوماطيش لا بصله ولا قوام بزاف. وبزياده على هاد الشيء نقدروا نشكلوا فيه كيما نبغيو انتي وشطارتك. في بلاصه البطاطا صوتي تقدري ديري لي فريت، ديري الرز، ولا ديري لي بات وتزيدي المكسرات، ولا كيش ما تبغي تشكليه يجي مليح. هاد الطبق كانت طلباتها مني وحده من المشتركات نتاعي، واليوم عاد درتها لها. سمحيلي بزاف على التاخير، واي وحده طلبت مني حاجه باش نديرها لها. كاين اللي درتهم راهم موجودين في القناه نتاعي، وكاين اللي مازال. وبغيت نقولكم باللي مانيش نسيتكم ولا متجاهلتكم. كاين نقدر نديرهم دوك نديرهم ونحطهم لكم في القناة نتاعي ان شاء الله. وبلا ما نزيد نطول عليكم غادي نبدي لكم في لا فيديو. نبدا نغسل الدجاج ونديرها في الكوكوط، نزيد معاه القوام. أه باسكو انا درت دجاجه كومبلي. القوام درت 2 مغارف صغار نتاع ملح، مغرفه مشي معمره نتاع الحبه كحله، وشويه زعفران. نزيد معاهم 2 كيسان تاع زيت بهذا الحجم. الا كان الكاس كبير شويه نديرو غير كاس واحد تاع زيت. ونحركو مليح هاد الدجاج مع المقادير تاعه. ونزيدو معاه مغرفة كبيرة نتاع الزبدة ولا تاع السمن باش يطيب غاية ويجي طري ويجي فيه هذيك البنة نتاع الزبدة، يجي بنين بزاف. كي نكملو نزيدو له الماء على حسب ما يتغطى هذاك الدجاج، ونبلعو عليه ونخليوه يطيب في خاطره. ومن بعد نغسل البطاطا، ومن الأحسن البطاطا صوتي تجي صغيرة باش تجي ظريفة. وهذه دايما تقعد هي التالية في الصندوق. حنا عندنا في الدار كل ما تبقى نتفكروا هاد الوصفات تاع الدجاج محمر ونديروها وفريمون تجي روعة. وكي نغسلها نديرها في الكسكاس ونخليها تفور، ونبقى خطرة خطرة ندير فورشات في حبة تاع بطاطا ونشوفها واش طابت ولا لا. كي طيب نقي هذاك القشور من البطاطا ونخليها تبرد. وهذيك هي يكون الدجاج صاي طاب. نقلع هذيك المغلقة تاع الكوكوط ونخليه يشرب، خاطرش انا كي نصيبه طاب يكون فيه مرقة. نخليه يشرب حتى هذيك المرقة ما تبقاش ويقعد غير الزيت، ونخليه يتقلى في هذيك الزيت، خاطرش هو غادي يطيب 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 حتى ينفرط. بصح كي نقلاه في الزيت عاود يقبض روحه. وهاد الزيت غير اللي درتها له، ما زدتش فيه الزيت كاع. زدت فيه غير شويه ملح من داك كان خاصه. مهم كي يطيب نطفيو عليه ونديو شويه من الزيت نتاعه نديروها في مقله ونقليو شويه هذيك البطاطا صوتي. وما نكترولهاش الزيت، نقعدو نقلبوها حتى تحمر من كاع الجهات. ودروك غادي نوجد لكم الطبق الرئيسي. سدفت شويه بطاطا في الطبسي وزدت معاها المحمر من الفوق، الدجاج محمر، وزدت غير شويه زيت ما كترتش. وسي بون، هذا هو الطبق الرئيسي نتاعي. جربوه صدقوني ما غاديش تندموا باسكو فريمون يجي بنين. وكما شفتوا ما فيهش واحد التعقيدات ولا واحد الصوالح اللي بزاف، وبالخف يوجد. وغادي نزيد لكم لا سالاد باسكو المحمر يليق له السلطه وتكون هي هذيك. تبعوا معايا وغادي نوريكم الطريقه. اول حاجه درتها قومت الرز، درت فيه الذره والثوم والمايونيز والملح وشويه ليم، ودرته في الفريجيدار وخليته يبرد غايه. كي جيت نوجد لا سالاد عاد باش جبته من الفريجيدار.
وجبت صغرفية جاية شكل تاع قلب ودرت فيها هداك الروز وبقيت بالمغرفة نعصر عليه غاية باش ما يبقاش هداك الخوا في الوسط. كيما شفتوا درت لا سالاد فيرت ودرت طوماط سوريز ودرت فرomاج ودرت زيتون الكحل وشويه بصله، وحتى قربت نحطها وزدت لها الفينيغرات باسكو الا قومتها قبل ما نحطها غادي تدبل هذيك السلطه. مهم الفينيغرات درت فيها المايونيز والكاتشوب وزدت فيها شويه ماء باش نخففها، على بالي اللي تجيكم شويه غريبه هاد لاغوسات بصح جربوها وردوا عليا. المهم هادو هما الاطباق نتاعي لهاد النهار، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله ما نكونش طولت عليكم ونكون فدتكم. الى نتوما جداد ابونيو معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وخليوا لي جام. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفة جديدة، خليتكم على خير.